السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن البط المسكوفي البغال. زي ما حضراتكم شايفينه كده في الصورة. البط المسكوفي البغال نوعه كويس جدا، بيدي لحم كويس، والبط بوزنها بيوصل لحد 4 كيلو، 4 كيلو ونص في خلال 3 شهور، 3 شهور ونص. بس لازم شوية حاجات كده عشان تعرفيها، عشان قبل ما تذبحي. الفطار بتاع البط الصبح يا ريت يفضل ان هو يكون خضار، جرجير، بقدونس، كرات، من حاجه من انواع الثلاثه دي او الثلاثه مع بعض. ده بيديله ليونه في جسمه وبيديله الطاقه اللي هو محتاجها طول النهار. دي حاجه. الحاجه التانية، وان شاء الله باذن الله البط ده هيتذبح على رمضان، فلازم قبل الذبح بشهر تقريبا نغير له العلفه بتاعته. يعني يفضل انها تكون علف نامي وسط، بروتين 21%، ويتحط عليها دشيشه، دش، ويتحط عليها فول صويا. يعني مثلا 10 كيلو علف على 3 دش على 2 فول صويا. كل حاجة من الحاجات دي لها أهمية. الفول الصويا ده بيحول لحم البط الأحمر، بيخلي لون اللحمة بتاع البط حمرا. والدش ده مع العلف توليفة كويسة جدا. ده قبل الذبيح، يعني قبل الذبيح بشهر لازم تعمل الحاجات دي، تاخد منه وزن كويس، لحمة كويسة، وطعم كويس، إن شاء الله قبل رمضان. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. ويا ريت يا جماعة اللي بيتفرج على الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويتابعنا عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش اللايك الجميل على الفيديو. كل سنة وحضراتكم طيبين.